المصرية للثورة العربية. تأييد الثورات العربية التي أقيمت بالفعل وهي ما حدث في مصر وتونس. الشيء الثالث العمل على إنجاح هاتين الثورتين. الشق الثالث لابد من مساعدة إخواننا الثوار في ليبيا وسوريا واليمن في الوقت الراهن والاستمرارية معهم حتى تنجح ثوراتهم بشكل متكامل. الإعداد الطبي والخيوط الجراحية والدم وبعض أنواع الأدوية الخاصة بإصابات الحروق، احنا لينا خبرة فيها من التحرير. غذاء الأطفال، الغذاء، الأغطية. الاتحاد يشكل أداة للتواصل بين الثورة المصرية والثوار في البلدان العربية، لكن صعوبة التنقل والتنسيق بين أعضاء الاتحاد قد تشكل عقبة كبيرة أمام إيصال تلك المساعدات. لابد أن احنا نمد إيد المساعدة لإخواننا مهما كانت الصعوبات. حاولنا نتغلب على هذه النقطة بأن احنا طلبنا شرعية من الجامعة العربية ومن الأمم المتحدة بحيث يكون حركتنا على الحدود سهلة. مساندة الثورات العربية هو هدف قد يثير مخاوف أنظمة عربية من انتقال عدوى الثورة إليها، وهو ما يثير تساؤلات حول نوايا هذا الاتحاد تجاه تلك الأنظمة. نحن ليست غايتنا أن نقوم بالثورة من أجل الثورة فقط، نحن نقوم بالثورة من أجل تعديل وضع راهن سيء إلى تحويله إلى شيء حسن وشيء إيجابي، فالخليج العربي يعيش في وضع جيد في وضع متميز، ولهذا لا خشية منا على الإطلاق المطلق. نحن سوف نقوم بمساعدة هذه البلاد على استقرارها، وسوف نتدخل على الفور ضد أي قوة تعمل على إضعاف أو النيل من هذه المنطقة على الإطلاق المطلق. من ميدان التحرير انطلقت الشرارة الأولى للثورة المصرية إلى أن كتب لها النجاح، ومن الميدان نفسه أطلق الثوار العرب اتحادهم الأول لدعم الثورات العربية. فهل ينجح هذا الاتحاد في استنساخ التجربة المصرية وإنجاح الثورات الشعبية في العالم العربي؟ سؤال ينتظر الجواب. من ميدان التحرير أسامة يوسف، اليوم على الحرة، القاهرة. يعتزم اتحاد الثوار العرب اتخاذ مقر دائم له بالقاهرة وتحديدا في ميدان التحرير، ليكون بذلك رمز للعمل الثوري وهدف لضم كل الاتحادات والائتلافات والحركات الثورية في كل البلدان العربية إلى عباءته من ميدان التحرير. في استوديو اليوم على الحرة ينضم إلينا الأستاذ ياسين السملوسي، مدير رئيس ومؤسس اتحاد الثوار العرب بالقاهرة. أهلا بحضرتك أستاذ ياسين مرة ثانية. يعني كما طلعتنا حضرتك في التقرير، ربما من أبرز الأمور اللي تقف عائق هو الانتقال. يمكن الوضع مختلف بالنسبة لمصر وليبيا لأن هناك جوار جغرافي بينهما، وبالتالي ما هي طبيعة الصعوبات اللي بتواجهوها في نقل المساعدات مثلا من مصر إلى ليبيا؟ لا، أولا بالنسبة للمساعدات عندما تنقل من مصر إلى ليبيا حقيقة ما هناكش أي مشاكل على الإطلاق المطلق، لأنه المجلس العسكري المصري ولله الحمد متفهم ما احتياجات ومتطلبات الإخوة الثوار الموجودين في ليبيا. فهذا من شق. من الشق الآخر هناك الحدود المصرية الليبية يتحكم فيها من النهاية خالص قبيلة أولاد علي. قبيلة أولاد علي نصفها في مصر ونصف الآخر موجود في ليبيا، ولكن الذي قسمها هو الاستعمار الإيطالي. فأولاد العمومة اللي داخل الحدود المصرية بيعملوا جميع الوسائل الممكنة لمساعدة أخوانهم المجاهدين والثوار داخل الأراضي الليبية، وبالتالي مسألة يمكن بين الحدود المصرية والليبية سهلة. فالمسألة بين الحدود المصرية والليبية عملية سهلة لأبعد الحدود. طيب، نقل هذه المساعدات من مصر إلى ليبيا هل بيتم بالتنسيق مع أي جهات إغاثية سواء مصرية أو دولية؟ إحنا بنتعامل مع كل من يمد لنا يد العون في الوقت الراهن سواء كانت محلية أو دولية، ولله الحمد كل القوى السياسية الفعالة على الأراضي المصرية لعبت دور إيجابي لأبعد الحدود في إنجاح وصول كل المساعدات سواء كانت طبية أو ما شابه ذلك للإخوة الثوار داخل ليبيا. نعم. طيب سياسيين، يعني أنتم تعرضون أو تطلبون مساعدة جهات إغاثية أم العكس تأتي إليكم جهات تحاول مساعدتكم؟ لا، حقيقة إحنا في جهات الحاجات اللي هي نادرة مش قادرين نحصل عليها بنسعى للحصول عليها. نعم. ولكن الأمور بشكل طبيعي إحنا في جهات إغاثية بتوصل إلينا وبتدينا وبتمد لنا يد العون، فالأمور مترتبة وماشية ولله الحمد. الحقيقة لازم نسأل حضرتك على المسألة بالعكس، يعني هناك العديد من الإخوة من ليبيا
فروا إلى مصر في محاولة للبحث عن الأمان ولو إلى حين. هل تساعدون هؤلاء من هنا من مصر؟ والله انا هقول لحضرتك على شيء، حقيقه الاخوه كلهم في مصر نودي مدوا يد العون لابعد الحدود نعم. للجاليه الليبيه التي نزحت الى هنا. فعلى سبيل المثال تخيل معايا الاخوه في نقابه المحامين على ما وصلت ليهم الناس وفروا لي عمرتين على طول في مرسى مطروح، وفي الاخوه نودي داخل القاهره بيقولوا لي لو اي شخص عندك ليبي نازح ليس له مكان. الاسر المصريه في مرسى مطروح بيطلعوا بيدخلوا في خيمه قدام المنزل وبيدخلوا الشخص الليبي بالداخل. وانا معايا هذا الدكتور محمد هندي وده راجل شعبي ومن الوراق هنا، تخيل بيجمع كل المعلومات الخاصه بالاخوه الليبيين اللي هم مش لاقيين مكان او موقع، وبيلعب معانا دور ايجابي جدا جدا. احنا تحيه خاصه للدكتور محمد هندي للدور الايجابي اللي بيلعب بيه، والمستر محمد توفيق ده مستر محمد توفيق ده المنسق العام لاتحاد الثوار العرب في الاتحاد الاوروبي لينا، فبيلعب لنا دور كبير جدا جدا في جلب المساعدات اللي احنا محتاجين لينا مع اللي هو احمد ثعلب. طيب استاذ ياسين، المساله بقى بالنسبه للثورات في بلدان اخرى زي سوريا واليمن، تمام، كيف هل بداتم في ايصال مساعدات الى هناك ام لا؟ حقيقه هي طبعا بالنسبه لسوريا واليمن اصعب بالنسبه لمصر لانه مش على حدود جغرافيه متلاصقه، ولكن احنا بنسعى بشكل اخر على ان نتواصل مع جهات اغاثيه اخرى دوليه نضغط عليها اعلاميا، وان كانت بتجد على الارض حقيقه صعوبات في توصيل الاغاثه للاخوه الموجودين في اليمن، لانك حضرتك تعرف تضاريس اليمن وموقعها الجغرافي، فعمليه هي صعبه الوصول، لكن احنا بنوصل برضه لبعض المواقع اللي هناك وخاصه من جنوب لبنان منطقه درعا. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ ياسين السملوسي، مؤسس ومدير اتحاد الثوار العرب بالقاهره. شكرا جزيلا على وجودك معنا في اليوم على الحرة. انا اللي اشكركم على وجودي معكم. شكرا جزيلا. ومشاهدينا في عموم مصر والقاهره الكبرى الليله يلتقيكم مباشره انجي انور وعمرو خليل من تيفولي دوم، ساحة الطعام الأكبر في العالم. لحظات من المرح تنطلق في 9 مساء الليلة وتستمر معكم لأسبوعين، نجيب فيها على تساؤلاتكم ونستمتع فيها أيضا ونستمع بحكاياتكم، فلا تفوتوا هذه الفرصة. كاميرا اليوم في انتظاركم، وبعد قليل أيضا في برنامجنا تتابعون أزمة رفع سقف الديون تتلاحق في الاقتصاد الأمريكي، أسبابها وتأثيراتها على العالم العربي.